الوزارة الأولى: قد يتم اللجوء إلى اتخاذ مزيد من تدابير الحجر الصحي إذا استمر الوضع الوبائي في التدهور، حيث أن هناك أخبار تشير إلى غلق المدارس واستبدالها بالدراسة عن بعد بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث أكدت عدة مصادر بأن الوزارة تفكر في غلق المدارس في حال استمرار تصاعد أرقام كورونا، حيث أكد وزير التعليم العالي أنه لن يغامر بصحة الأسرة الجامعية، ونفس الأمر فيما يتعلق بالمدارس، حيث وأكد وزير الصحة أنه سيتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في حال إذا ازداد معدل الإصابات اليومية. هذا ومن المتوقع صدور قرارات جديدة بخصوص الحجر الصحي في 17 ولاية جديدة حسب ما أكدته صفحة الجزائر نيوز. أما بخصوص مصير الدخول المدرسي فهناك أخبار عديدة تشير بأنه من الممكن في الأيام القادمة اتخاذ قرارات هامة منها غلق المؤسسات التربوية. هذا وبعد يومين فقط من الدخول المدرسي فقد سجلت إصابات عديدة بالمؤسسات التربوية في عدة ولايات مما استدعى غلقها.